اللي مش بتتقدر بأي تمن. الرسالة دي جاية ومعاها 5 نصايح عملية، 5 قواعد عشان نضمن إننا نعيش اللحظة دي صح. يلا بينا نشوف أول نصيحة. النصيحة الأولى ممكن تبان بسيطة جدا: افطر مع أهلك، بس الحقيقة دي يمكن من أهم لحظات اليوم كله. وهنا بقى الجوهر كله، قيمتها مش في اللي على السفرة، قيمتها في اللي حواليها. يعني وجود الناس دي وشوشهم حوالين بعض في أول صباح العيد هي دي الذكرى اللي ما بتتنسيش. النصيحة التانية بتلمس وتر حساس عندنا كلنا: سامح بسرعة. العيد فرصة عظيمة، فرصة من السماء عشان نفتح صفحة جديدة. صدقوني كمان كام سنة هنبص لورا وهنكتشف إن سبب الزعل كان تافه قوي، لكن المسافة اللي عملها بينا كانت أكبر بكتير. كلمة كل سنة وانت طيب ممكن تكون هي الجسر اللي يرجع كل حاجة زي الأول وأحسن. أما النصيحة الثالثة فهي دعوة صريحة ومباشرة: افرح بجد، مش الفرحة المزيفة بتاعت السوشيال ميديا، لأ، الفرحة اللي من القلب. يعني اضحك بصوت عالي، ارجع طفل والعب مع الصغيرين، كل الكحكة دي من غير ما تقعد تحسب سعراتها. اللحظات العفوية دي هي اللي بتفضل محفورة في الذاكرة للأبد. ودلوقتي بنوصل لأهم حتة في رسالتنا، لقلب الذكريات، السبب الحقيقي اللي بيخلي كل ثانية في العيد غالية وما بتتعوضش. في المستقبل هنعرف إن أجمل أوقات العيد كانت مع ناس ما بقوش موجودين دلوقتي، ناس كانوا هم بهجة العيد نفسه، والنهاردة مكانهم الفاضي بيعيش بس جوه صورنا وقلوبنا. وعلشان